اكبر كذبه كبرنا بها وعمروها لينا في راسنا هي خاصك تكوني واثقه من راسك عاد تبداي. هاد الهضره غلط. اليوم جيت نقول لك واحد الحقيقه قاصحه ولكن غتعتقك. عمرك تثقي في راسك؟ ايه سمعتيني مزيان، ما تثقيش في هذيك النسخه الفاشله والخايفه اللي كتخرج منك ملي كتمري بظروف صعيبه. ما تثقيش في الصوت اللي داخل ديالك كيقول لك انت صافي ساليتي وما قاداش. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. اليوم غنهضروا على الثقه في النفس، ولكن ماشي بالطريقه الكلاسيكيه ديال انا قويه انا قادره. غنهضروا عليها بطريقه حقيقيه من قلب المعاناه، من قلب الغربه ومن قلب الصدمات. بزاف د المرات كنربطوا الثقه في النفس بالكمال، كنقولوا نهار نضعف، نهار نتزوج، نهار نرجع لاباس عليا، نهار تزيان الظروف عاد غنولي واثقه. هذا الشيء ماشي ثقه، هذه شروط كتحطيها انت، كتحطي شروط على راسك باش تبغيها. الثقه الحقيقيه كتعني تقبلي راسك وانت عيانه وانت في اسوء حالاتك. الثقه هي ملي كتقولي انا غلطت وانا طحت ودوزت ظروف صعيبه، بكيت فيها وبقيت بوحدي، ولكن هذا الشيء كامل ما كينقص والو من قيمتك كإنسانه. قيمتك ربي اللي عطاها لك، ماشي الظروف وماشي كلام الناس. شكون فينا ما عاش شي صدمه خلاتها تحس باللي الثقه ديالها تهرسات؟ اطلاق، خيانه، غربه، او حتى كلمه قاصحه من اقرب الناس. في هذيك اللحظه كتحسي باللي المرايه اللي كنتي كتشوفي فيها راسك تشتات. وهنا كاين جوج انواع الناس. النوع الاول كيبقى يشوف في الزجاج المهرس وكيتباكى عليه وكيسمح للماضي يدمر ليه المستقبل. والنوع الثاني كيبدا يجمع هذوك الطرف طرف طرف، واخا كيجرحوه واخا كياخذ الوقت، ولكن كيعاود يبني راسو بطريقه اقوى. الثقه ماشي لبسه كتشريها واجده، الثقه هي غير كتغرسيه كل نهار، وكل نهار كتفيقي فيه وكتختاري ما تحكميش على راسك بقسوه، انتي كتزيدي في الثقه ديالك. اذا كيفاش نرجع هاد الثقه عمليا؟ اولا وقف المحاكمه الداخليه، بركه من جلد الذات. داكشي اللي فات مات وانت درتي احسن ما عندك بهذيك المعرفه اللي كانت عندك في هذاك الوقت. سمحي لراسك. ثانيا غسلي حياتك، حيدي الناس السلبيين، حيدي الافكار اللي كتصغرك. البيئه اللي دايره بيك هي اللي كتحدد واش غتكبري وتزدهري ولا غتدبلي وتبقي في بلاصتك. ثالثا خذي خطوات صغيره. الثقه كتجي من الفعل ماشي من التفكير. ديري شي حاجه، فتحي مشروع، خرجي، ديري اي حاجه واخا خايفه. الشجاعه هي ديري الحاجه وانت كترعدي من الخوف. وفي النهايه بغيتك تعرفي باللي هذيك البنت اللي لداخل ديالك كتسناك غير تصالحي معها. ما تسناي حتى شي واحد يعطيك الثقه، انت المصدر ديالها. الا وصلتي لهنا وتفرجتي في الفيديو كامل، خلي لي في التعليقات كلمه انا قادره، وشاركي معايا شنو هي اصعب حاجه كتهز الثقه ديالك في النفس. وما تنسيش تشتركي في القناه، تفعلي الجرس، وبارطاجي هذا الفيديو مع صاحبتك ولا اختك اللي محتاجه تسمع هذه الهضره اليوم. نتلاقاو في الفيديو الجاي. تهلاو في راسكم، باي.